السلام عليكم ومرحبا بكم، نهاركم زين ان شاء الله. معكم ريم خالدي في اخر يوم من رمضان، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال والدعاء ان شاء الله. اليوم في الحقيقه هي لي تشك، ما على بالناش الا كان غدوه العيد ولا غير غدوه، وانا واحده من الناس راني حابه ومتمنيه ما يكونش غدوه. راني حابه غدوه هذا نقارديه هكذا، راني حابه نريح فيه باسكو والله غير تعبت هادو 3 ايام. وانا هذا الفيديو اللي راني ندير لكم فيه اليوم انا عنده شحال من اليوم ما لقيتلوش الوقت باش نمونطيه. هي اليوم درك جات لوكازيو باش نمونطيه معاكم، وراح ندير معاكم كيما راكم تشوفوا. سبقت بالوريدات قلت لكم هما اللي راح خلوهم ينشفوا، وندير معاكم حلوه القارص بمقادير مضبوطه. انا نعطيكم المقادير باختصار. عندنا 250 غرام ماغارين، 2 مغارف كبار الزيت، كاس سكر عادي، 4 صفار بيض، ونص كاس مايزينا، ومغرفه صغيره فاني، لاغوم ليكيد تاع القارص وهو يكون ملون يعني يعطينا يزيد يعطينا اللون، ومغرفه صغيره خميره تاع الحلوى، والفارينه حسب الحاجه، ولا كريم اللي راح نفخصوا بها. عندنا كاس سكر عادي نديروا على نار ونخدموا به كراميل، غير يذوب لنا السكر نضيفوا مغرف زبده ونحركوه مليح، ونضيفوا نص كاس تاع جو تاع قارص، والنص الزاوج راح نديروا فيه مغرف تاع مايزينا نخلطوها ونضيفوها عليه ونخلطوا كامل المكونات، نخلطوهم مليح حتى تتقل وتعطينا لون الشباب، وغير نطفوا عليها ونخرجوها نزيدوا لها لاغوم تاع القارص اللي خدمنا به في العجينه. والكلاصاج الرائع اللي مازال ما جرباتوش غير تجربوه. هي طريقه بسيطه ومعتمده عند الكثير من الناس راهم يديروه، ولكن اللي ما جرباتوش ننصحها باش تجربوه. المقادير اللي فيه هو 3 مغارف جو تاع قارص، و3 مغارف تاع زيت، 3 مغارف حليب، و3 مغارف ما زهر. يفضل النوعيه تكون جيده يعني يكون نوعيه مليحه تاع المزهر، والكلاصاج حسب الحاجه دائما، والملون تاع القارص. والكلاصاج بطبيعته يحب ملون، حتى اللون الابيض ولازم نديروا له لون ملون ابيض باش يعطينا هذاك الابيض الناصع. هادو هما المقادير وطريقة التحضير تلقاوها عند أم وليد الله يبارك عليها، ولا أم عبد النور بطريقة كلامها الرائعة. هي تعرف تحكي وتعطيكم المقادير بطريقتها، هي أميمتي واختي وحبيبتي وش نقولك هي شاطرة الله يبارك عليها، ربي يحفظها ويحفظ لها عائلتها إن شاء الله. وطريقتي في التحضير بسيطة ومتواضعة كما راكم تشوفوا في الصور. نتمنى ان شاء الله يا ربي الفيديو نتاع اليوم يعجبكم وتستفادوا منه. نتلاقاو ان شاء الله في نهار جديد وموضوع جديد. مع تحية ريم خالدي، نقول لكم صحة رمضانكم وصحة فطوركم وصحة سحوركم وصحة عيدكم الى غدوة العيد، ينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة ان شاء الله. نتمنى لكم فرجة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.